معانا في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك في أكلتك. معاكم دكتورة إيفات سوريال، وهنتكلم النهاردة عن الغذاء الصحي ومتلازمة داون. هوريكم دلوقتي صور الأطفال اللي عندهم متلازمة داون، عشان يعني لو في حد ما يعرفش الموضوع يبقى فاهم احنا بنتكلم عن ايه. هو ليه بيحصل داون سيندروم؟ متلازمة داون بتحصل ليه؟ علشان خاطر في حاجة اسمها كروموزومات عندي في الخلايا بتاعتي بتنقسم. الأطفال دول عندهم في تغيير حصل في الكروموزومات أثناء الانقسام، فبيطلع شكلهم عامل كده. والداون سيندروم ده ليه درجات، بيختلف من كل طفل للتاني على حسب الجينات بتاعته. ايه عوامل الخطر بتاعتي اللي تخلي فيه زيادة في يعني احتمالية إنجاب طفل عنده داون سيندروم؟ تأخر سن الإنجاب، لأن الراجل الخلايا بتاعته بتنتج يوميا، إنما الست البويضات بتاعتها معاها من يوم ما اتولدت. فالبويضة اللي هي عندها 50 سنة دلوقتي الكفاءة بتاعتها بتبقى أقل من اللي عندها 30 سنة. عشان كده كل سن وكل مرحلة ليها المناسب ليها. يعني صعب قوي إن الواحد يبتدي إن هو يفكر يحمل في سن متقدم. العامل الوراثي مجرد عامل خطر بس مش هو الأساس. نسبة الداون سندروم هي 1 لكل 500 طفل، نسبة مش قليلة. عادة هتطلع حد تعرفه عنده داون سندروم. تقييم الحالة الطبي مهم جدا بالنسبة لي، لأن داون سندروم بيبقى ساعات معاه مشاكل تانية طبية بتحتاج لمتابعة. ايه المشاكل العضوية بتاعتي؟ مشاكل في القلب، مهم جدا دكتور قلب يشوف الطفل أول ما يتولد. نسبة مشاكل القلب في الداون سندروم من 40 ل 50% نسبة الحدوث بتاعتها. يعني نص العيال اللي عندهم داون سندروم احتمالية ان هم يطلع عندهم مشكلة في القلب واردة. طبعا بتتدرج من حاجة بسيطة لحاجة كبيرة جدا. تاني حاجة كسل في الغدة الدرقية، عشان كده مهم نتعرف على نسبة الهرمون بتاع الغدة الدرقية عشان نبقى عارفين الدنيا أخبارها إيه. الغدة الدرقية دي بتفرز لي الهرمون بتاع الحرق الدينامو بتاع الجسم كله، فلو ده قليل هيقلل من فرص الكفاءة بتاعت الطفل ده. طفل الداون سندروم مهم جدا إنه يتعلم يعتمد على نفسه، يعرف حدوده وحدود غيره، ويعرف يشتغل شغلانة بسيطة يجيب منها عيش. مش مبدأ ان انا بموت فيه فهو انا كل حياته وهو كل حياتي، وادلق بقية العيال كأنهم مش موجودين وخلصنا على قد كده وكلهم لازم يتفهموا ان انا عندي ظروف خاصة. لا هديله حب وهديله حنان، هديله ثقة بنفسه، هديله معلومات عن كيفية التعامل مع الآخرين، ولازم يتعلم حاجة ياكل منها عيش، لأن بمنتهى البساطة ممكن انتي ما تعيشيلوش أصلا. فان انا اعلم الطفل ان هو مالوش غيري وانا ماليش غيره، لا دي مش حاجة صح. من ضمن المشاكل اللي ممكن تحصل للطفل ده ان يجيله عدم تحمل للجلوتين، يبتدي ان هو بطنه توجعه مع كل اكلة، في نسبة زيادة في مرض السكر، وبيجي لهم امساك بسبب السمنة وقلة الحركة وقلة الالياف، لان انا مش قادرة عليه وهو نفسه في كذا وبيزن عليه فبديهوله وخلصنا على قد كده. ممكن يحصل التهاب بكتيري بسبب قلة المناعة، ممكن يحصل التهاب في الصدر او في الانف او في الاذن او في الحنجرة او في العين. عشان كده مهم جدا عندي ان الطفل ده ازود له الحاجات اللي فيها بروبايوتكس في الاكل بتاعه. يعني ايه؟ يعني ازود له الحاجات اللي بتزود صحة الجهاز الهضمي على بعضه. البروبايوتكس بتخلي البكتيريا الكويسة صحتها أحسن والبكتيريا الضارة تقل، فيبتدي يستفاد من الأكل اللي بياكله. حساسية الغذاء ممكن تيجي لهؤلاء الأطفال عن طريق 3 أشكال. أول شكل إن هو ياكل الأكل يبتدي يحصل له سيلان في المناخير ويبتدي احتقان في الزور، أو يبتدي عنده احمرار في الجلد وهرش، أو يبتدي يجيله صداع وانتفاخ وإمساك أو إسهال. الأطفال دول أكثر عرضة لنقص عناصر معينة في الغذاء زي الزنك. ممكن يجي لهم ارتجاع في المريء بسبب زيادة الحموضة،
ممكن يجي لهم تلف في الأسنان بسبب الارتجاع والتهاب الحنجرة وبحة الصوت ورائحة الفم الكريهة وصعوبة في البلع. الأطفال دول بيبقى حجم اللسان عندهم كبير عن حجم البق، عشان كده كتير قوي ممكن تلاقي ان اللسان بتاعهم طالع سنة من البق، هم ملهمش ذنب في الموضوع ده. والأطفال دول بيبقوا عرضة للسمنة. طيب ازاي نقدر نتعامل مع هذا الطفل؟ اول حاجة، انا معايا في دكتور اطفال متابع معايا من اول يوم. الطفل ده طفل ليه زي ما ليه احتياجات خاصة ليه قدرات خاصة. كل طفل من الاطفال دي ربنا خلقه زي الجوهرة، كل عيالنا زي الجواهر، كل واحد منهم ليه مواهب مختلفة عن التاني. وظيفتي كأم هي ان انا اكتشف الموهبة دي، بس الطفل بتاع الداون ده بالذات انا لازم اكتشف الموهبة دي. ليه؟ عشان هي دي اللي هيعيش من خلالها. اوعوا تعيشوه في قالب، اوعى الناس تتريق علينا بسببك. في ناس بتحبس الطفل ده في أوضة ما بيشوفش النور من ساعة ما يتولد لحد ما يطلع السما، مصدر إحراج للبيت. وفي ناس تانية مفترية أكتر من دول بتتنمر على الطفل ده. في ناس بتزقل العيال دي بالطوب وهي ماشية في الشارع. في ناس بتخلي حياة هذا الطفل عبارة عن جحيم. بأمارة إيه؟ أنت اللي خلقته، هو ربنا اللي خلقه بالمواصفات دي عشان دي المناسبة لهذا الشخص. انت مالك اصلا؟ فمبدأ ان انا ابني يرجع من بره يقول لي انا شفت الواد ده في الشارع وزقلته بالطوب وانا ما ردش، ما ينفعش. فسواء الطفل ده بتاعي انا، الطفل اللي عنده داون سندروم، او انا شفت طفل عنده داون سندروم حد بيتنمر عليه، ما ينفعش نسكت على هذا الوضع. الوضع ده غير مقبول تماما. في طفل في امريكا انهى حياته كان عنده داون سندروم بسبب التنمر. فبلاش نصعبها على العيال دول يا جماعه. وكأم لهذا الطفل انت مطالبه ان انت تدوري على الموهبه بتاعته. ليه؟ اول ما يعرف الموهبه بتاعته هيرتاح. ده طفل ما عندوش كنترول قوي على مشاعره. يعني لو الطفل العادي بيعرف يوقف نفسه عند حد معين، ده ما بيعرفش. كل اللي حاسس بيه هيقوله، كل اللي عايز يعمله هيعمله، ما عندوش فرامل قوي. فلازم اشوف هو بيحب يعمل ايه عشان خاطر نقدر كلنا نعيش من خلال هذه الموهبة. بيحب يعزف على الأورج، هجيب له أورج صغير بتاعه لوحده، مفيش حاجة اسمها سيب اخوك الصغير يلعب معاك، دي حياته، ده احاسيسه كلها جوه الأورج ده، ما تكسريش بخاطره. طفل تاني بيحب يرسم، مينفعش لما يجي يوريني رسمة اقول له حلوه حطها هناك، هفرح بيها، دي حياته كلها. طفل الداون سندروم مفتاح التعامل معاه هو الموهبه بتاعته. اي حاجه تانية مش هتنفع. يبقى هتعامل مع الطفل ده من خلال تشجيع الموهبه بتاعته. وتاني حاجه همنع عنه التنمر. اذا كان البني ادم الطبيعي، متخيله كده لو في 100 شخص بيتريقوا عليكي كل يوم هتقدري تعيشي ازاي؟ اشحال ده بني ادم عنده مشكله فعلا ومش مسؤول عنها، مش هو اللي عمل نفسه كده. فمبدأ ان انا اسمح للناس ان هي تتنمر عليه هو وضع مرفوض تمام. بلاش ربنا يخليكم بالذات لطفل الداون سندروم. انا بنصح ان محدش يعمل كده مع اي عيل، بس ده بالذات لو عملت كذا كويس هجيب لك حاجة حلوة. الطفل ده عنده مشكلة في القلب، عنده مشكلة في الغدة الدرقية، عنده مشكلة في اللسان، وعنده مشكلة في البلع، وعنده استعداد طبيعي ان يجيله سكر وان هو يبقى عنده سمنة. فمعنى ان انا اعشمه بالحاجة الحلوة ان دي احلى حاجة ممكن تحصل في الدنيا، انا بزقه في سكة السمنة. لو استحلى الحاجة الحلوة بعد شوية هيبقى قد كده ويبتدي يحصل له مشاكل ويجيله خراريج ويجيله سكر وتدخلي نفسك في قصص ما انتيش قدها. يبقى لو انا عندي طفل عنده داون سندروم في البيت، انا هلغي الحاجة الحلوة من البيت. مفيش مياه غازية، مفيش بسكوت، مفيش شوكولاتة في البيت كله من اوله لاخره، لان صعب جدا واجيب اصل ده بتاع اخوك الصغير، مستحيل. يبقى هلغي الحاجة الحلوة من البيت. طب عايزة العيال تاكل حاجة تتسلى بيها، هعمل الجرانولا الجميلة بتاعتي اللي علمتها لكم، شوكولاتة خام في حمام مية واحط عليها شوفان وزبيب وجوز هند
وهعملها بتوع مكورين كده راس كده، او هبطبطها على ورقه الزبده واحززها واعملها مربعات واحطها في علبه، واللي رايح واللي جاي ياخد له وحدايه. وحتى دي مش هينفع اسيبها لان الطفل اللي عنده داون سندروم هيخلصها، فحدي كل واحد واحده وهشيل الباقي عندي انا. يبقى التشجيع، منع التنمر، ممنوع الجوائز بالاكل، الرياضه. مهم جدا عندي الطفل ده يبقى بيحب الرياضه، ويا بختك بقى لو طلعت الموهبه بتاعته رياضه. وحاليا في مسابقات للي عندهم مشاكل معينه جسديه، دول ليهم مسابقات لوحدهم. ذوي الهمم بيعملوا لهم مسابقات لوحدهم، ومصر من الحاجات اللي بتكسب فيها حاجات كتير، جوائز كتير، المسابقات دي بالذات. فلو هو طلع موهوب رياضيا هيشرفك ويشرف البلد كلها، وهيخس ويبقى جسمه كويس. هقلل الحلويات قلنا في البيت كله للعيال كلها، انما ما يضرش ان انا مثلا اعمل كاسات جيلي بالموز، جيلي بالفراوله، الحاجات اللي هي فيها سكر بسيط وفيها فاكهه انا ههتم بيها. هزود الميه قوي في هذا الطفل، هزود من شرب الميه، هشجعه على شرب الميه وميه الديتوكس، وهقلل المياه الغازيه وهمنع الكافيين خالص. لا هيشرب المياه الغازيه اللي لونها غامق اللي هي مليانه كافيين، ولا هيشرب قهوه، ولا هيشرب شاي عادي، ولا هيشرب شاي اخضر. هحاول اقلل من الكلام ده قدر المستطاع. هزود اليود في الاكل. اليود طبعا كلنا عارفين انه موجود في الحاجات اللي بتاعت البحر، فواكه البحر والاسماك، وموجود في الملح بتاعنا. كل الملح دلوقتي مدعم باليود. وهزود فيه الالبان. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض كيفية التعامل مع الطفل اللي عنده متلازمة داون. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. هقلل الجلوتين في الاكل، الجلوتين اللي هو موجود في القمح، لان الاطفال دي عاده ما بتتقبلش القمح قوي. هقلل القمح والبليله والعيش والمكرونه والكورن فليكس، وهقلل النشا والبرغل والمخبوزات. هزود الشوفان وهدخل الرز بدل المكرونه. البعد عن الحمضيات والدهون والاكل المحمر، لان الاطفال دول عرضه ان يجي لهم ارتجاع في المريء. هزود الفيتامين سي بس مش الحمضيات. طب دي تيجي ازاي؟ هدور على الحاجات اللي فيها فيتامين سي بس ما تكونش برتقان وليمون والحمضيات دي كلها. طب في ايه؟ في فيتامين سي ومش حمضيات. اشهر حاجه وقلتها لكم كتير جدا قبل كده الفلفل الاخضر. الفلفل الاخضر من الحاجات الجميله جدا جدا جدا، بيرطب على القلب ومليان فيتامين سي. الفلفل الاخضر فيه فيتامين سي اكتر من البرتقال، وده على عكس المتوقع. كل ما اقول لحد الفيتامين سي موجود فين؟ برتقال. الفلفل الاخضر فيه اكتر، وبعدين الفلفل الاخضر موجود طول السنه. مش هروح عند الخضري في مره وما الاقيش فلفل اخضر، هو موجود على طول، صيف شتاء موجود. فهنزود في الفلفل الاخضر. وعلى فكره كل الخضار والفاكهه فيهم نسب متفاوته من كل الفيتامينز، كلهم موجودين في كل الخضار والفاكهه. والجوافه كمان من ضمن الحاجات اللي فيها. يعني ممكن الطفل ده بالذات اضرب له مثلا جوافه باللبن من غير سكر واصفيها واديها له، في ساعتها مليانه فيتامين سي وجميله جدا. السبانخ والورقيات برضو من الحاجات اللي مليانه فيتامين سي، بس الحاجات دي بتبوظ لما تستوي كتير. يعني نفسي نتعلم ان السبانخ مش طبيخ بس. انا من الناس اللي بحب السبانخ بالبيض، بس بتبقى ورق كامل كده، شوحيها في نقطه زيت صغيره وفقشي عليها البيض بتاعك الاومليت، طعمها حلو جدا. السبانخ ممكن نعملها جزء من السوتيه، قرنبيط، بروكلي، جزر، بسله، بطاطس،
كوسه، سبانخ، مشروم. السوتيه بيبقى حلو لما يبقى فيه انواع كتير، فالسبانخ من ضمن الحاجات اللي ممكن تتحط في حاجات كتير مش بس الطبيخ، لان الطبيخ بتقعد كتير قوي بيبوظ الفيتامين سي اللي فيها. انما لو شوحتها في نقطه زبده صغيره كده يا دوبك بس تطرى حاجه بسيطه واحط عليها البيض، بتبقى لسه الحاجات اللي جواها لسه موجوده. هقلل السكر تماما في متلازمه داون. ليه؟ هشرحها لكم. دلوقتي انا هذا الطفل ما عندوش فرامل، ما يقدرش ان هو يبقى نفسه في حاجه وما يعملهاش، فانا لو زودت له الشغل بتاع المخ بتاعه زياده هيعمل لي مشكله كبيره، مش هيعرف يوقف نفسه. يعني اي طفل تاني بقول له ادخل نام علشان خاطر هزعل منك مش عارفه ايه، التاني ده لا، هو هيعمل اللي هو عايزه، ما عندوش الكنترول، ما عندوش الفرامل بتاعه الاطفال التانيه. فما ينفعش ان انا ازود له الشغل بتاع المخ بتاعه، مش هقدر اعرف هو هيعمل ايه، هو نفسه مش هيبقى عارف يتحكم في افعاله. فبلاش احط نفسي في الموقف ده. يعني لو انا عايزه اعمل مثلا كوكيز، لو انا عايزه اعمل كوكيز صغيره كده للعيال ياكلوها، هعملها بشوفان وهحط الحلو بتاعها، التحليه بتاعتها شويه عسل ابيض صغيرين، وهحط فيها شويه سوداني. يعني في حلقه كامله كانت معموله للكوكيز، ارجعوا لها تاني وحاولوا تعملوا الكوكيز الصحيه. الكيكه برضو مش هحط فيها سكر كتير، مش بقول ان هو مش هياكل حاجه حلوه خالص للابد، بس هياكل الحاجات اللي هي يقدر بيها ان هو مستوى السكر عنده ما يعلاش قوي، فيبتدي يأذي نفسه ويأذي اللي حواليه. في ناس بتجيب شرايح تفاح كده وتحط عليها زبدة فول سوداني وتحط عليها من فوق جوز هند، حلوة جدا وما فيهاش السكر الرهيب اللي هيأذينا وشكلها حلو وجميل. في ناس بتجيب الفراولة وتغمسها في شوكولاتة خام اللي هي السايحة دي وتتاكل كده واحدة واحدة كده، بتبقى جميلة جدا. فمش لازم ان انا عشان ياكل حاجة حلوة ان انا احط له سكر كتير. وهزود الالياف بتاعتي، سواء الياف مذابه او غير مذابه. المذابه موجوده في البطاطا والبطاطس والشوفان، الحاجات البسيطه بتاعتنا دي، والغير مذابه زي كل الورقيات فيهم الياف غير مذابه. هديله طبق اصغر، يعني لو كلنا بناكل في طبق قد كده هو هياكل في طبق صغنن شويه، مش هتفرق معاه قوي حجم الطبق بس هيبقى مليان. فلما يحس ان الطبق بتاعه مليان هيبقى مبسوط. بس هاخد بالي كويس جدا ان الطفل متلازمه داون عرضه انه يتخن، ولو تخن البيت كله هيتاذي، هيبتدي يجيله مضاعفات ونبتدي نروح للدكتور اكتر ويبتدي يشتكي من الام وركبه بقى وقصص كده. خليه رفيع احسن لسهوله التعامل. هديله مهام في البيت وهنظم له الجدول بتاعه. مفيش حاجه اسمها الطفل ده يقعد ما بيعملش حاجه، ده انا من ساعه ما يصحى لحد ما بينام هكون منظمه له اليوم بتاعه. يلا هنروق الاوضه دي، يلا هنغسل المواعين، يلا هنفرز الغسيل، هنحط الابيض لوحده، وريني بقى لا انت حطيت دي حمراء مع الابيض، لا بقى شفت بقى لازم هنبتدي تاني. ويفصل الحاجه، هيفصص التوم، هيعمل كذا. مش بقولك هيقلي بطاطس يعمل حاجه مثلا فيها خطوره عليه، انما لازم من صباحيه ربنا لحد بالليل يبقى يومه منظم. في ناس بتقدر تودي الطفل ده لمكان فيه تدريب من الصبح للظهر مثلا واخده، ساعتها ده يبقى شيء حلو جدا. انما لو ده مش موجود، احنا مثلا في قرية صغيرة ومفيش مدرسة، لازم هنظم له اليوم بتاعه، ولازم ههتم بالتعليم بتاعه وان هو يبقى عارف حرفة. مش هتعامل معاه على ان هو عبء، هو ربنا خلقه معاكي عشان شايف ان ده حاجة حلوة هتحصل لك، وفي نفس الوقت مش ههتم بيه على صحة الباقيين، على حساب الباقيين، واقول لهم لا انا مع ده، انتوا بقى تعاملوا مع نفسكم. هتلاقي ان في الاخر بقية العيال كلها بقت زعلانة منك. ههتم بالنظافة الشخصية جامد جدا بالنسبة للطفل ده، وههتم مش ان انا اللي انضفه، لا هو اللي يتعلم ينظف نفسه. وههتم في الاكل بتاعه انه يبقى سهل البلع وحتت صغيرة، يعني اديله حاجة يقدر ان هو ياكلها بشكل سهل، علشان خاطر اللسان عنده كبير فمش بيعرف يبلع بسهولة. يعني مش هديله مثلا بقسماطة، هديله حاجة يقدر ان هو بليلة مثلا باللبن، اسهل عليا في البلع والاجزاء بتاعتها صغيرة بحيث ان ما تعملوش مشاكل. يبقى هنراجع مع بعض الغذاء الصحي ومتلازمة داون.
قلنا عوامل الخطر بتاعتنا، قلنا المشاكل العضوية زي مشاكل القلب، كسل الغدة الدرقية، الأمراض بتاعت الجهاز الهضمي، السكر والإمساك، الحساسية والالتهاب البكتيري، ارتجاع المريء، ونقص في عنصر الزنك والسمنة. وقلنا كيفية التعامل يا جماعة من فضلكم، التشجيع وعدم التنمر، وممنوع الجوائز بتاعت الأكل خالص، حدي حلويات صحية، هقلل خالص الكافيين، همنعه لو أقدر، هزود المأكولات البحرية، وهزود إن هو يبتدي يعتمد على نفسه، يبتدي يتعلم حرفة، يبتدي يعرف حدوده عشان خاطر ما يحصلوش تحرش مثلا من حد، يبتدي يجي يحكي لك، يعبر عن نفسه بالكلام، يبتدي ان هو يتعلم النظافة الشخصية بتاعته، والتشجيع التشجيع التشجيع. واشوفكم على خير الحلقة اللي جاية.